والفلوس اللي هو بيسلفها للشخص التاني من فلوسك انت بياخد عليها فوائد بس اكتر شويه، وده طبعا مكسبه. فاهم؟ ابسطها لك. نبدا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المقايضه وعن ازاي اول عمله ظهرت التاريخ وعن ورق البنك نوت، واتكلمنا برضو بشكل مبسط عن نظام فراكشنال ريسيف بنك. هندخل بقى في النظام ده اكتر شويه. النظام ده هو نظام مصرفي بتستخدمه اغلب الحكومات دلوقتي، والنظام ده بيسمح للبنك ان هو يخلي جزء عنده صغير جدا من الفلوس اللي انت بتحطها في البنك، والبنك بقى بياخد الفلوس دي ويسلفها لناس تانية على هيئه قروض. يعني البنك عباره عن جهاز بيسلف فلوسك اللي انت بتودعها في البنك، والفلوس اللي هو بيسلفها للشخص التاني من فلوسك انت بياخد عليها فوائد بس اكتر شويه، وده طبعا مكسبه. فاهم؟ ابسطها لك. لو افترضنا ان الحد الادنى المطلوب من البنك ان هو يخلي فلوس في خزنه البنك بقيمه 5% بس من اجمالي الفلوس اللي عنده، ودي نسبه بيحددها البنك المركزي. فرحت انت بعد ما قبضت الجمعيه اللي هي كانت 125,000 جنيه، خدت 25,000 ليك وال100 التانيين حطيتهم في البنك. البنك بقى هيعمل ايه في ال100,000؟ هيشيل في الخزنه 5,000 اللي هو الحد الادنى اللي مطلوب منه، ويقوم مسلف ال95,000 التانيين لمين؟ لفهم. وفهم ده كان عايز كارت علشان يجيب بلاي ستيشن وشويه حاجات للمحل بتاعه، وفهم هياخد الفلوس اللي هم ال 95 دول ومفروض هيسددهم بعد كده بالفايده، وده بيكون في ميعاد محدد. دلوقتي فهمي معاه كام؟ 95,000. ولو افترضنا ان فهمي حصل له حاجه ومش هيعرف دلوقتي يعمل الكلام ده، فحط الفلوس في بنك تاني مؤقتا اللي هم كام؟ ال 95,000. ركز بقى قوي معايا في الحته دي. دلوقتي لو خدت بالك ان الفلوس دي زادت زياده وهميه، ازاي؟ انا دلوقتي بتكلم عن البنوك كلها مش بنك واحد. دلوقتي انت فلوسك 100,000 في بنك وزاد عليهم 95,000 في بنك تاني بتوع فهم. البنك التاني ده بقى هيعمل ايه بال 95,000 اللي فهمي حطهم؟ البنك ده برضه هيروح واخد 5% من الفلوس اللي حطها فهمي اللي هم هيكونوا 4,750، والباقي اللي هو 90,250 هيروح يسلفهم لناس تانية محتاجة قروض، وتبقى كده الفلوس اتكسرت ذاتيا. يعني الفلوس الحقيقية اللي هم بتوعك أصلا 100,000 بس، إنما بقى الفلوس اللي دايرة في البنوك لو حد تالت ورابع عمل نفس الحكاية دي الفلوس هتبقى أكتر بكتير. بس برضو النظام ده له مميزات، ومميزاته إن هو بيساعد على النمو الاقتصادي وبيشغلها في السوق عن طريق مشاريع. لكن من أكبر عيوب النظام ده ممكن يعمل أزمة مالية كبيرة زي اللي حصلت وقت الكساد العظيم اللي في سنة 1929، أو زي اللي حصل في الأزمة المالية العالمية في سنة 2008، وحصل برضه في لبنان في سنة 2019 لما البنوك جمدت حسابات الناس. وفي مصطلح للأزمة دي اسمه بنك رن. إيه بقى بالظبط البنك رن؟ هو هجوم من البنك من الناس علشان يسحبوا فلوس في نفس الوقت. يعني مثلا لو الناس بدأت تسمع إن في إشاعة إن البنك ده على وشك الإفلاس، ساعتها كل الناس هتجري على البنك علشان تسحب فلوس في نفس اللحظة، وهنا هتحصل الكارثة. البنك بيكون شايل في الخزنة جزء صغير جدا، ولو مثلا الجزء ده 5% والفلوس الباقية اللي هم 95% مسلفهم لناس تانية أو لشركات تانية، فلما الناس لما بيجوا في نفس الوقت علشان يطلبوا فلوسهم البنك وقتها مش هيلاقي كاش كفاية، فيبدأ يقول لهم ما عندناش فلوس دلوقتي كام، وساعتها الله يرحم البنك والموظفين من الناس. نرجع بقى لقصتنا الأساسية اللي هي قصة الفلوس. ولو ما اتفرجتش على الفيديو الأولاني من قصة الفلوس هتلاقيه مثلا في الأي اللي فوق أو في الديسكريبشن، روح اتفرج عليه وتعالى نكمل قصة الفلوس اللي كان بيحصل من البنوك الخاصة وتجار الذهب والعملة. ساعتها خلى ثقة الناس في الطبقة الثانية تهتز، لأن فكرة إن أي حد ممكن يبيع ورقة بنك نوت غير مغطاة من الذهب. وكان اللي حصل ساعتها إن الحكومة لازم تتدخل في موضوع العملة، ومن هنا تبتدي قصة البنوك المركزية الحكومية ومعيار الفلوس بالذهب. وهنا اتولد أول سوق لتداول الأوراق المالية. بس خلينا نروح لسنة 1668 في السويد. ساعتها تم إنشاء أول بنك مركزي في العالم. وبما إن البنوك المركزية مهمة جدا في قصة الفلوس، فلازم نعرف إيه هو البنك المركزي ودوره إيه بالظبط. البنك المركزي زي أبو البنوك كده في أي دولة، يعني هو البنك اللي بيتحكم وبيراقب كل البنوك التانية، زي مثلا في مصر بنك مصر والأهلي والقاهرة وغيرهم كتير من البنوك. لكنه البنك المركزي مش مكان عشان تروح تفتح فيه حساب أو تاخد منه قرض، لا هو العقل اللي بيدير النظام المالي بتاع كل دولة. طيب إيه هو دور البنك المركزي؟ خلينا نقسمهم لأربع حاجات
حاجات رئيسيه. اول حاجه التحكم في طباعه الفلوس، هو الوحيد اللي مسموح له يطبع الفلوس، بس هو برضه ما بيطبعش كده وخلاص، لازم يشوف هل كميه الفلوس اللي في السوق مناسبه ولا لا، لانه لو طبع فلوس كتير هيحصل تضخم والاسعار هتولع، ولو قل الفلوس زياده هيحصل ركود وهيبقى الناس مش معاها فلوس تصرف. تاني حاجه تحديد السياسه النقديه، يعني هو اللي بيقرر اذا كانت البنوك ترفع سعر الفايده ولا تقلل، او نزود السيوله في السوق ولا نقلل، وده كله بيأثر على القروض والاسعار والاستثمار. ابسط لك الموضوع بمثال، لو التضخم عالي البنك المركزي بيرفع فايده، وبيعمل كده ليه؟ علشان يقلل القروض ويهدي السوق شويه. ولو الاقتصاد نايم بيقلل الفايده علشان الناس تبتدي تاخد قروض. تالت حاجه من ايه هو دور البنك المركزي؟ ان هو اللي بيحط القوانين والرقابه على كل البنوك، زي مثلا بيحدد لهم الحد الادنى للاحتياطي كام اللي احنا اتكلمنا عنه، يعني هو الشرطه الماليه اللي بيمنع البنوك من اللعب في النظام. رابع حاجه البنك المركزي بيعملها تثبيت واستقرار العمله، يعني مثلا لو الجنيه او اي عمله محليه يعني بدات تضعف او تقوى زياده، البنك المركزي ساعتها بيتدخل عن طريق ان هو يبيع او يشتري عملات اجنبيه، وبيعمل كده علشان يحافظ على استقرار سعر الصرف. من الاخر البنك المركزي هو اللي بيحدد قيمه الفلوس وبينظم السوق وبيحافظ على الاقتصاد ان هو ما يخرجش عن السيطره. نرجع بقى لقصتنا، وبعد انشاء اقوى البنوك المركزيه هنا بقى ظهرت الطبقه الثالثه من الفلوس، وهي طبقه البنوك المركزيه. وطبعا بالخطوه دي تكون بنوك الحكومه هي المسؤوله عن اصدار اوراق البنك نوت، وبكده بقى اتغير شكل طبقات الفلوس علشان يكون الطبقه الاولى هي الذهب، والطبقه الثانيه من البنوك المركزيه الحكوميه اللي بتطبع الطبقه الثالثه من ورق البنك نوت او الفلوس يعني. طب ايه هي بقى حكايه معيار الفلوس بالذهب وجات منين وازاي؟ اصلا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان لما ورق البنك نوت طلع كانت كل ورق البنك نوت قصادها ذهب، لحد ما تجار العمله زمان او البنوك اللي هي القديمه قوي قبل البنوك الحكوميه بقى يطبعوا اوراق بنك نوت اكتر من الذهب اللي موجود. ومين عنده القدره دلوقتي على طباعه الفلوس؟ البنوك المركزيه. يعني اي وقت يتزنقوا فيه او يكونوا محتاجين فلوس ولو طبعوا فلوس، ده بقى ساعتها هيعمل مشكله كبيره جدا اللي هي التضخم. وده يودينا لمصطلح اسمه ذا جولد ستاندرد. والجولد ستاندرد ده عباره عن نظام مالي اللي فيه عمله الدوله بتكون مربوطه بطريقه مباشره بكميه سبائك الذهب اللي عنده، واللي على اساسها الدوله تقدر تطبع ورق البنك نوت، بحيث ان يكون الذهب والفلوس في نفس المستوى مع بعض. واول دوله طبقت النظام ده هي انجلترا، وده كان سنه 1821. وفي سنه 1900 اغلب الدول المتقدمه عملت النظام ده، وفضل الوضع مستقر لحد الحرب العالميه الاولى. وبسبب الحرب بدا يحصل نوع من انواع الانهيار في النظام ده، لان اكيد الدوله كانت محتاجه تطبع فلوس علشان تمول مصاريف الحرب، وده طبعا عمل تضخم بطريقه مرعبه، لدرجه ان دوله زي المانيا كانت عماله تطبع فلوس بطريقه مهوله. والفلوس ده الاكيد انها فقدت قيمتها بعد الحرب، وبدات ازمه الكساد العظيم في انجلترا، وتم وقف التعامل بالجولد ستاندرد. وراحت امريكا عملت حركه ان هي قللت سعر الدولار، وكانت اونصه الذهب عامله 20 دولار وبقت الاونصه دي عامله 35 دولار. واللي مش عارف يعني ايه اونصه الذهب، دي وحده وزن بتستخدمها كل دول العالم، والاونصه الواحده بتساوي حوالي 31 جرام من الذهب الصافي. ولما امريكا عملت كده طبعا كل الدول راحت تشتري دولارات وتبدل الذهب بتاعها، وده اللي خلى اغلب الذهب موجود في امريكا. نطلع بقى قدام كده شويتين، وبعد الحرب العالميه الثانيه اجتمع اشخاص مهمه من 44 دوله في مؤتمر ضخم اسمه بريتون، وقالوا يا جماعه احنا لازم نرتب نظام اقتصادي عالمي جديد علشان نوقف الفوضى اللي حصلت دي. واللي حصل بعد كده ان هم قرروا يربطوا كل عملات العالم بالدولار بدل الذهب. وليه عملوا كده؟ علشان اغلب الذهب زي ما قلنا هو في امريكا، يعني ببساطه كده اي عمله دوله تانية مربوطه بالدولار، والدولار مربوط بالذهب، والذهب مربوط بامريكا. وفضل النظام ده شغال لحد سنه 1971. في السنه دي طلع الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون على التلفزيون وبكل هدوء وقال للعالم كله احنا
احنا خلاص مش هنربط الدولار بالذهب تاني، وبالكلمه دي امريكا فكت ارتباط الدولار بالذهب، وبكده الدولار بقى ورقه قيمتها جايه من ثقه الناس في الحكومه اللي تبعها، ومش ذهب متخزن. ومن اللحظه دي بقت الفلوس اللي في جيبك دلوقتي مجرد وعد من الحكومه ان الورقه دي ليها قيمه بس، ولا فيها ذهب ولا فضه ولا اي حاجه. ولو بصينا على تاريخ الفلوس هنلاحظ حاجه غريبه جدا، كل فتره في التاريخ كانت بتطلع عمله تسيطر على العالم كله وتبقى هي العمله العالميه. مره كان الفلورين، وبعدين الريال البرتغالي، وبعدها الريال الاسباني، وجي بعدهم الجلدر الهولندي، وبعدها الجنيه الاسترليني، وبعدهم الدولار الامريكي، وده لحد النهارده. بس هل الدولار الامريكي هيكمل سيطرته مع وجود العملات الرقميه زي البيتكوين؟ وده هيكون الفيديو الثالث من قصه الفلوس. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في اي حاجه غريبه عايزين نتكلم عنها اكتبوها لي في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.